حصولك على لقب ملكة جمال بريطانيا لسنة 2014. احكي لي كده ايه اللي حصل. أنا كنت مخلصة يعني كل حاجة أنا عايزاها في حياتي، دراستي. انت دارسة ايه؟ International Relations، حقوق دولية. حقوق دولية. فقلت ايه دلوقتي، فبعدين قدمت على ملكة جمال بريطانيا. لأن اللقب اللي تحصلين عليه هو لقب مفيد، مو بس يفيدك انتي، يفيد الناس برضو، especially إذا عندك aim، إذا عندك هدف. اوكي. فقدمت، ويعني after processes الحمد لله كسبت. طيب في 2014 كان بعد، اسمحي لي معلش اتدخل في جوانب تانية، بعد يعني اللي حصل في المنطقة العربية، بعد صورة معينة اتصدرت عن العرب بشكل عام، وخلينا احنا بنتكلم علينا كعرب مش مصريين وعراقيين، احنا بنتكلم ان احنا حاجة واحدة. وانا دايما احب ان احنا نتكلم ان احنا عرب طبعًا حاجه واحده. طبعا سنه 2014 كانت مباشره بعد الاحداث اللي حصلت في سنه 2011، وتم طبعا تصاعد، يعني اول الاحداث دي بدات ان هي تبقى عاليه. اصولك العراقيه او اصولك العربيه ما اثرتش في الاختيار؟ هناك لا، هناك in England انت اي لون، اي ethnicity it doesn't matter. يعني دلوقتي المير بتاع لندن العمده من اصول صادق خان، من اصول ابوه باص درايفر، ومن اصول يعني ايجن. يعني ما فيش كسب الانجليزي البريطاني لابوه مليونير. فما في تعادل، الممثله ممكن تصير رئيسه وزراء، في opportunities هناك، ما فيش يعني في فرص في فرص وفي فرص اللي ياخدها. يعني ما حدش يقول حد ياخد شغلي عشان هو من بلد تاني، لا، انت مش كويس في شغلك اذا ما تعرفش تشتغل. فالناس كويسين يعني. طيب الحاجات اللي بيتم تحديد ملكة الجمال نعرفها للناس. يعني بيبقى الموضوع يا جماعه ما بيبقاش شكل بس، ما بيبقاش يعني الفيزيكال ابييرنس او الشكل العام بتاع البنوته، بيبقى فيه حاجات تانية، بيبقى فيه اسئله، بيبقى فيه ثقافه، بيبقى فيه. اعتمدتي على ايه في الحاجات دي؟ يعني ايه الحاجات اللي خلتك تاخدي اللقب ده؟ أول حاجة إنه أنا اعتمدت على قلبي، وعلى طول عملت اللي في قلبي وكنت عايزة أعمله. فأهم حاجة في البروسيس بتاع ملكة الجمال هي لما توصلي للنهايات في حاجة اسمها انترفيو. وفي الانترفيو بتقولي انت عايزة تعملي ايه بالظبط، تحددي الهدف بتاعتك. اوكي. ففي الانترفيو انا قلت لهم عايزة اعمل كذا وكذا وكذا. ايه بقى الكذا اللي انت عايزة تعمليه؟ أنا كنت مركزة أكتر على الفورين بوليسي. إحنا كبريطانيين السياسة الخارجية. إحنا عشان إحنا كبريطانيين ما ينفعش بس ننفع بلدنا، لازم ننفع الإيثوس بتاع بلدنا برضو برا. يعني مرة كنت مبسوطة قوي، حد قال لي يعني بجد I'm proud of you and I'm happy that you're British. يعني فخورة ان انت انجليزية. عشان يعني انا بقدم بلدي برا زي الامباسادور. بتمثلي بلد.